وقفت السكر هتتعب هتدوخ. طب اعمل ايه البدائل الطبيعية اللي هتنقذك؟ بص، انا عارف ان فكرة انك توقف السكر تماما ممكن تكون مرعبة، ممكن تقول يعني خلاص مش هاكل حاجة حلوة تاني. طب ما الجسم محتاج سكر، ما هو الوقود بتاعنا. النهاردة انا جاي اجاوبك على كل ده واقول لك الحقيقة الكاملة بدون تهويل وبدون تطمين فاضي. هنتكلم عن التعب والدوخة، البدائل والحاجات الطبيعية اللي ممكن تحلي بيها حياتك حرفيا. هل الجسم محتاج سكر؟ ايوه، جسمك محتاج جلوكوز، بس مش لازم تاخده من السكر الابيض او الصناعي. الجلوكوز موجود في الفواكه والخضروات والحبوب الكامله. جسمك عبقري وبيعرف يحول الكربوهيدرات المعقده الى طاقه من غير ما تديله معلقه سكر واحده. يعني لما تاكل بطاطا مثلا او شوفان او موز او تمر، جسمك بياخد الجلوكوز اللي محتاجه وبيستفيد منه اكتر كمان من السكر الابيض اللي بيضرب الانسولين. طيب ما انا لما بوقف السكر بدوخ وبضعف، ده طبيعي لان جسمك متعود على السكر زي المخدر. اول كام يوم بيبقى فيه اعراض انسحاب، صداع، توتر، رغبة شديدة للحلويات. لكن خد بالك، ده مش لان جسمك محتاج السكر، ده لانك مدمن عليه. المفاجأة بعد اسبوعين جسمك هيبدأ يهدى وطاقتك هترجع احسن من الاول، مزاجك هيبقى اهدى ونومك هيبقى اعمق. طب اعمل ايه لما احب اكل حاجة حلوة؟ انا مش بقولك تبقى روبوت، كلنا بني ادمين وبنحب الحاجات الحلوة، بس بدل ما تمد ايدك على قطعة جاتوه او شوكولاتة محشية سكر، جرب مثلا التمر، حلو جدا وطبيعي. الموز مصدر ممتاز للطاقة وسكر طبيعي. العسل الابيض بس طبعا مش بكميات كبيرة، زي تحطه على الزبادي او في مشروب دافي. الفاكهة المجففة زي التين او المشمش بس بلاش تكتر منها. الشوكولاتة الداكنة 50% او اكتر، قطعة صغيرة هترضي رغبتك. الفكرة مش انك تمنع الحلو، الفكرة انك تختار الصح. طيب ايه البديل للسكر في المشروبات؟ لو بتشرب شاي وقهوه مثلا تحليهم ازاي؟ يعني بالعسل، لكن مش في المشروبات السخنه قوي، ما تبقاش سخنه قوي وتحط العسل يعني. تمام. وخد بالك لما تبدا تقلل السكر لسانك نفسه هيتغير، والحاجات اللي كنت شايفها مش مسكره كفايه هتحس انها بقت مسكره جدا. بص بقى، انا مش بقولك تكون مثالي من اول يوم، بس ابدأ بالتدريج. كل مرة هتقول لا للسكر الصناعي، الصناعي يا جماعة مش الطبيعي، انت مش بتحرم نفسك، انت بتحمي جسمك، بتحسن مزاجك وبتحلي حياتك بشكل صحي. ولو نفسك في حاجة حلوة اختار الطبيعي، اختار الذكي. مش لازم نبطل الحلو، بس لازم نبطل السم الابيض. لو جربت تقلل السكر ونجحت احكي لي في الكومنتات، ولو لسه بتحاول قول لي ايه اصعب حاجة بتواجهك. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمل رحلتنا دي سوا خطوة بخطوة. انا اللي بقولكم ده يا جماعة مجرد نصيحة توعوية عشان تعيشوا بصحة كويسة. السلام عليكم.